الناس يقولون إن الشياطين بس في القصص، لكن تخيل إن أحد يلبس وجه خالتك ويكلمك، وش بتسوي؟ وصدقوني هذا كان مجرد البداية. هذه قصة ريحانة وعلى لسانها. لكن قبل نبدأ لا تنسون الاشتراك واللايك. أنا ريحانة، أعيش في قرية صغيرة، بيتنا بالضبط جنب مصنع بلاط بديم. في النهار يبان مجرد مبنى مهجور، لكن في الليل المكان هذا كأنه حي. أهل القرية كانوا يقولون بس هوا، كأن حتى الهوا له عادة يراقب. أهل القرية مؤمنين إن المصنع متوقف من زمان، ما في شيء هناك غير ذكريات وحجارة مكسرة. لكن إذا ما كان في شيء، أنا شفت مين ذيك الليلة، لأن من هنا القصة تبدأ تنحرف. كانت أمسية شتوية باردة، كنت راجعة من المدرسة، الظلام انتشر والهوا كان أبرد من اللازم، وأنا أعدي من فناء البيت طاحت عيني على مبنى المصنع القديم. هناك كانت واقفة امرأة. أول شيء قلبي وقف، وبعدين عقلي حاول يهديني، أكيد خالتي. وقبل ما تعرفون وش قالت خالتي، لا تنسون لايك واشتراك ومشاركة، وإلا ترى الخالة ممكن تزوركم في أحلامكم. لكن كان في شيء غلط، وجهها كان شاحب وابتسامتها مو ابتسامة ناس أحياء، لكن ردها هز روحي من الداخل. جمعت شجاعتي وسألتها خالتي أي باص جبت؟ قالت بدون تردد الباص الثاني. هنا قلبي وقف، لأن قريتنا ما يجيها إلا باص واحد. في اللحظة ذي فهمت هذه مو خالتي. لفيت بدون ما التفت وركضت على البيت بأقصى سرعتي. تلك الليلة حسيت كأن أحد يعد خطواتي من وراي، والمصنع كان ساكت تماما، كأنه يعرف أن اللي لازم يصير صار. لكن الحقيقة ظهرت بعدين. بعدها عرفنا أن خالتي ذاك اليوم كانت في المدينة تشتغل وما رجعت القرية أبدا. فالسؤال هنا، مين كانت ذيك المرأة وليش أخذت شكل خالتي بالضبط؟ إلى اليوم إذا نظرت بالليل باتجاه مصنع البلاط القديم أحس إن في أحد لسه واقف هناك يراقبني. أخوف شيء في القصة مو إني نجيت، الأخوف إن بعض الأشياء تجي بس عشان تشاهدك مو عشان تاخذك. وإذا تحسبون اللي صار مجرد وهم، فكروا زين، ليش اختارت وجه خالتي بالضبط؟